آلاف السنين تنوعت العادات والتقاليد والحرف والفنون لهذا الشعب العظيم الذي عاش على هذه الأرض. أنتج كما هائلا من الفنون عبر عصور مختلفة، بداية من عصر ما قبل الأسرات، وصولا للفن المصري القديم، ثم الفن القبطي، ثم الفن الإسلامي، ثم الحديث والمعاصر. عبر هذه الأجيال المختلفة ظهر كم هائل من الفن وكم هائل من الفنانين التشكيليين. تداعيات من التراث المصري هو عنوان معرض كبير يقام في نهاية هذا الشهر يناير الجاري، ويتم فيه تكريم نخبة من جيل الرواد في الفن المصري. يأتي على رأسهم الدكتور محمد صبري، الدكتور السيد القماش، الدكتور رأفت نعوم، الدكتور رضا عبد الرحمن، الدكتور عبد الفتاح البدري، والفنان الدكتور عبد الرحمن عبدو. عمل على إقامة هذا المعرض جماعة لقطة المصرية. هي جماعة مصرية ناشئة ظهرت بعد الثورة المصرية، تهدف من أهداف عديدة إلى تقديم هذا التنوع التراثي الفني المصري للمتلقي وللمواطن العادي. معنا في هذا اللقاء أمين عادل، مؤسس جماعة اللقطة المصرية. أهلا بك أمين. أهلا وسهلا بحضرتك. أمين، يعني في البداية خلينا نسأل عن الهدف من وراء إقامة الجماعة ثم إقامة المعرض. الهدف، بس قبل ما اتكلم في فكره الهدف من اقامه الجماعه، بس تصحيحا، هي جماعه اللقطه المصريه لم تنشا بعد احداث الثوره، بل انها نشات من داخل رحم الثوره المصريه. لانها الفكره كلها كان تاسيس او تاثير الثوره فينا كشباب عموما، في تواجدنا وسط ميدان التحرير وطول المده ال 18 يوم. كان الموضوع طويل قوي علينا، فقررنا ان احنا كل واحد يعبر باسلوبه بقى، طالما في 18 يوم. في الاخر يعني هي لم تبتدي. في البدايه كنا بنعبر عن اللي احنا عايزينه، بس زي الناس عادي نازلين كمشاركين عاديين جدا. في النهايه اجتمعنا وبدانا كلنا بقى نعبر من خلال مجموعه من الجداريات واللوحات تم عرضها قبل كده في المهرجان الاول. الحمد لله كان ناجح جدا لجماعه اللقطه، اللي هو مهرجان اللقطه المصريه. الهدف من ان احنا انشاء جماعه اللقطه المصريه هي فكره انعدام التبعيه، او زي ما بيقولوا ان هو فن كان الفتره اللي فاتت كان موجه الى حد ما، لان سياسات وزير الثقافه السابق كانت بتحتم على الكثير يعني من الشباب، وان هم ما يقدروش. السابق ولا الاسبق؟ الاسبق او المفروض، لا هو كبير فاروق يعني. حسني. طبعا اقصد فاروق حسني. لا، هو طبعا دكتور عماد ابو غازي من ضمن الناس اللي فعلا ساعدنا جدا بتشريفه في افتتاح مهرجان، في حفل تكريم مهرجان اللقطه المصريه الاول. هو من الشخصيات فعلا اللي بنحترمها جدا، وشخصيه مثقفه جدا. انما ايام دكتور فاروق حسني الوزير السابق، المفروض انه يعني ما كانش فيه فنان من حقه يقول اللي هو عايزه بإرادته او زي ما هو عايز، او حتى لما بيحب يعبر مش في الاتجاه الخاص بيهم بيخرج عن الاطار ده ايا كان مستواه الفني يعني. فقررنا ان احنا كمجموعه من الشباب ان احنا حابين بقى نغير الفكر ده، ونحاول ان احنا ناخد فرصتنا بشكل حقيقي، وبدانا نتعامل مع الموضوع بشكل حر. طبعا ما فيش تمويل من اي شخص ما. المهرجانات عموما بتقام بجهود ذاتيه مننا احنا كشباب، بالتعاون ما بيننا وبين بعض. لها يعني اشبه ما يكون ان احنا مثلا حابين نجيب حاجه فبنجمع من بعض وبنعمل الحاجه اللي احنا عايزينها، حاجه شبه كده يعني. فبدانا نعمل ده، والحمد لله المهرجان الاول كان ناجح جدا. كان بيضم اكتر من 150 فنان. كان في استضافتهم 5 ضيوف شرف و45 دكتور من اكتر من كليه مختلفه من مصر. الموضوع ما كانش مقتصر بس على القاهره، وزي ما برضو المعرض القادم يعني مش مقتصر بس على فنانين قاهريين، لا بالعكس، ده وصلنا لاسوان ودمياط والفيوم، من اكتر من مكان يعني في فنانين كتير جدا. فبنحاول دايما ان احنا يعني بنفكر ان احنا حابين كل واحد فينا ياخد حقه. كل فنان بجد يقدر يعبر عن شغله بشكل حقيقي، ما يبقاش في فكره القيود انها لا انت عشان مش بتحقق لي سياستي اللي انا عايزها، لا خلاص يبقى مش تبقى موجود. لا، كل من يستحق فن انه يعرض والناس تشوفه بنسعى ان احنا نعمل ده. نعم، طبعا في البدايه بتبقى المواضيع صعبه شويه وشاقه علينا، بس الحمد لله كل مدى النجاح بيزيد، وبنبقى فرحانين جدا من رد فعل الفنانين اللي بيشاركوا معانا. وطبعا زي ما حضرتك قلت، المره دي اكبر دليل واثبات على نجاح المعرض القادم لجماعه اللقطه المصريه
هو وجود نخبه وجيل من جيل الرواد اللي فعلا يعني بيساعدنا كاعضاء شباب جماعه اللقطه المصريه ان هم يكونوا موجودين معانا، امثال الدكتور محمد صبري، وهو يعتبر ان هو اكبر الفنانين سنا المتواجدين لان هو مواليد 1917. وتم تكريمه في اسبانيا بجائزه فارس عن استحقاق، لان هو يعتبر رائد فن الباستل في مصر. فشخصيه مرموقه جدا ومعروفه، يعني شخصيه قويه ليها كيان ومعروفه جدا. 95 سنه، ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحه. طيب المهرجان الاول هل كان معني بابداعات لها علاقه بالثوره المصريه ولا كانت الموضوعات متنوعه؟ لا، هو بالفعل المهرجان الاول كان ليه علاقه بمصر بشكل عام، ما كانش فيه اطار محدد، ما حبيناش ان احنا لان فكره وضع قوانين على مجموعه فنانين وخاصه في الفتره دي كان صعب ان انت تقدر تحكم ارادات الناس ان هي تقدر تعبر عن ده. فكان الفكره كلها بالنسبه لنا ان احنا كان الموضوع اطار مفتوح للتعبير عن لقطه مصريه. هو كان عنوان المهرجان الاول كان لقطه مصريه بكل اسلوب خاص بيه كفنان، كل واحد يقدر يعبر عن لقطه مصريه باسلوبه، سواء بقى كان فوتوغرافر او نحاتين او فنانين تشكيليين. فكان في النهايه الموضوع وصل لان كل واحد عبر عن ده باسلوبه وبطريقته، والحمد لله المعرض كان ناجح جدا وكلنا كنا مبسوطين، وسعدنا جدا باستضافه الدكتور عماد ابو غازي في حفل التكريم وافتتاح دكتور رضا عبد الرحمن اللي هو حاليا ضيف شرف معرض اللقطه المصريه. كان هو اول ما نفتتح، يعني كان افتتح معرض المهرجان الاول اللقطه المصريه في قصر الامير طاز، والحمد لله يعني كان معرض ناجح ومصرين ان احنا ان شاء الله نستمر، لان اهداف الجماعه مش بس مقتصره على اقامه المعارض. جماعه فيها اهداف كتير، منها الجانب الاجتماعي والمشاركه الاجتماعيه في زيارات لاماكن خيريه وحاجات شبه كده يعني، والجانب الثقافي في فكره اعاده احياء موروث ثقافي كبير جدا موجود عندنا. يعني بنتمنى ان احنا يكون موجود، لانه يعني نفسنا ان يبقى الجيل اللي موجود دلوقتي من سننا احنا عنده نفس الثقافه اللي موجوده عند الجيل الكبير جدا اللي احنا بنفخر ان هم فعلا مصريين، ان هم سواء كان دكتور عبد الرحمن البدري، عبد الفتاح البدري، او دكتور عبد الرحمن عبده، او دكتور رأفت نعوم، او دكتور محمد صبري، او دكتور رضا عبد الرحمن. يعني مجموعه فعلا يعني يمكن دول اللي قدرنا ان هم يكونوا موجودين معانا المره دي، لانه ما نقدرش ان المعرض يستوعب اكتر من كده من ضيوف الشرف، بحيث ان فكره التواصل ما بيننا كشباب وما بين الجيل ده هي طبعا لازم تبقى بنحاول نخلق دي، انه مش حابين نكون بس لوحدنا، لا حابين نستفيد منهم، وكمان اشبه ما يكون برساله شكر ليهم على تعب ومجهود سنين، لان عمر يعني علمهم ومجهودهم وتعبهم ان هم درسوا كتير فيستحقوا التقدير. طيب أمين، يعني في الفترة الأخيرة ابتدى الناس في مصر يناقشوا قضية الهوية على نطاق واسع جدا. احنا إسلاميين ولا احنا عرب ولا احنا الاثنين؟ احنا مصريين ولا احنا فراعنة ولا احنا احنا قبط؟ احنا قبط بالظبط. يعني هل اختيار هذا العنوان لهذا المعرض ليه علاقة بالسؤال المطروح على كل الناس في مصر عن الهوية؟ هو فعلا الموضوع ليه علاقة بالهوية المصرية، اللي هي أصل التراث المصري بشتى أنواعه، لأن التراث المصري فيه كتير قوي. سواء كان بقى التراث المصري من أول أسوان لحد اسكندرية، في كل مكان في مصر فيه تراث وفيه شكل